احنا متفقين ان مصر ولاده بمواهب كويسه، بس ما اظنش ان في موهبه ممكن تتحول لاسطوره زي وائل جمعه صخره النادي الاهلي ومنتخب مصر. انزل الزع على اللايك المتين وسبسكرايب الجميل وتعالى سمعك القصه. اتولد وائل جمعه يوم 3/8/1975 في قريه الشين مركز قطور محافظه الغربيه. بدا كناشئ في مركز شباب الشين بقريته، لعب معاهم لمده 3 سنين، بعدها يروح غزل المحله ويتالق معاهم لحد بطوله كاس العالم العسكريه سنه 2001، وتزيد نجوميه وائل جمعه في البطوله، وساعتها وائل جمعه كمان يكسب افضل لاعب في البطوله، وبعدها يروح النادي الاهلي ويبدا مشواره مع النادي الاهلي في اول ماتش ليه قدام ريال مدريد واللي الاهلي كسبه 1-0. ساعتها وائل جمعه عمل ماتش عظمه وحجم من حركه زين الدين زيدان نجم ريال مدريد. كانت بدايه مميزه لوائل جمعه مع الاهلي، وفي نفس السنه اللي انضم فيها سنه 2001 بيكسب دوري ابطال افريقيا على حساب سان داونز الجنوب افريقي ب 3-0 في جنوب افريقيا، وكمان بيكسب جنبه السوبر الافريقي. وفي موسم 2002 كان من اسوأ المواسم في تاريخ النادي الاهلي، ولكن في موسم 2003 وائل جمعه بيكسب مع الاهلي السوبر والكاس، ومن هنا ممكن نقول دي بدايه الجيل الذهبي للنادي الاهلي. وفي موسم 2004 الاهلي بيكسب السوبر المصري، ودي كانت البدايات لان الاهلي ما رحمش حد بعدها، ويروح موسم 2005 ويكسب الدوري اللا هزيمه واللي كان متغيب عن الاهلي لمده 5 سنين متتاليه. وائل جمعه بيكسب مع الاهلي كمان دوري ابطال افريقيا على حساب النجم الساحلي، وكمان السوبر الافريقي والمصري، وده كان موسم استثنائي لوائل جمعه والنادي الاهلي من فتره طويله. ويجي موسم 2006 وده كان موسم استثنائي برضه لوائل جمعه والاهلي ومنتخب مصر والكره المصريه عامه، لان الاهلي بيكسب الدوري والكاس، وكمان الاهلي بيكسب دوري ابطال افريقيا لتاني مره على التوالي في النهائي الشهير على حساب الصفاقسي التونسي. كمان وائل جمعه بياخد برونزيه كاس العالم لاول مره في تاريخه في تاريخ النادي الاهلي على حساب كلوب امريكا المكسيكي. وبعد كل البطولات والارقام دي طبيعي ان وائل جمعه يروح المنتخب، وفعلا يستدعيه الكابتن حسن شحاته لامم افريقيا 2006 بمصر، وساعتها وائل جمعه عمل اداء فوق الخيال وبيوصل بمنتخب مصر للنهائي وبنكسبه على حساب كوتوفار بضربات الجزاء. وطبعا ده كان من افضل المواسم في تاريخ الكره المصريه عامه وائل جمعه. وروح للموسم اللي بعده 2007، ساعتها وائل جمعه بيكسب مع الاهلي الدوري والكاس والسوبر المصري، ولكن بيخسر النهائي الافريقي قدام النجم الساحلي 3-0، بس الاهلي ساعتها حقق الثلاثيه المحليه وتبقى كده مرضيه. بعدها وائل جمعه كده يطلع اعاره بسيطه صغيره للسيليه القطري، ولكن يرجع من الاعاره للاهلي بيكسب معاهم دوري ابطال افريقيا 2008 على حساب القطن الكاميروني، وساعتها بيستدعي الكابتن حسن شحاته الامم افريقيا 2008 بغانا، واللي وائل جمعه ادى فيها اداء جامد من فوق الارض لتحت السماء. منتخب مصر بيطلع النهائي وبيكسب المنتخب الكاميروني 1-0 بهدف ابو تريكه، وساعتها وائل جمعه بيتحط ضمن التشكيل المثالي للبطوله، بس دي ما كانتش اول مره لان في 2006 اتحط برضه ضمن التشكيل المثالي للبطوله. وبيكمل وائل جمعه مسلسل التالق مع الاهلي والمنتخب وبيكسب الدوري والسوبر الافريقي لسنه 2009. وفي موسم 2010 بيكسب وائل جمعه مع الاهلي الدوري اللي يصنف من اقوى الدوريات في تاريخ الكره المصريه، وكمان مع السوبر المصري. ويروح وائل جمعه لثالث مره على التوالي لامم افريقيا 2010 بانجولا. كالعاده وائل جمعه بيعمل اداء عظمه وبيطلع بمنتخب مصر للنهائي وبيكسبوا 1-0 على منتخب غانا بهدف كده، ويكون وائل جمعه ضمن الثالث مره على التوالي في التشكيل الاساسي للبطوله. وكمان بيشارك الصخره مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 2010 بجنوب افريقيا، وساعتها وائل جمعه وصل لسن ال 35، لكن وائل جمعه كان دايما مميز برجولته وروحه القتاليه في الملعب، وكان من اللعيبه القليلين اللي كان العمر بالنسبه له مجرد رقم. وفي موسم 2011 بيكسب وائل جمعه مع الاهلي الدوري بس، وفي موسم 2012 الدوري بيتلغي بسبب احداث بورسعيد، والاهلي بيتوج على المستوى المحلي بالسوبر المصري، لكن على المستوى الافريقي الاهلي بيطلع نهائي دوري ابطال افريقيا 2012 ويلعب في نهائي الترجي التونسي ويتعادلوا في مصر 1-1 والاهلي يغلب في تونس 2-1، وساعتها الاهلي يكسب النجمه السبعه، وكمان بيكسب السوبر الافريقي على حساب ليوبار. لكن في موسم 2013 الاهلي بيكسب الدوري ودوري ابطال افريقيا لتاني مره على التوالي على حساب رونالدو بايرتس الجنوب افريقي. وفي يوم 20/2/2014 يعني وائل جمعه اعتزاله عند 39 سنه بس. هتقولي 39 سنه بس؟ اقول لك لان وائل جمعه كان عنده اداء وروح يخليه يلعب لغايه ال 45، والكلام ده كله في المؤتمر الصحفي اللي كان بعد ماتش الاهلي والصفاقسي التونسي في السوبر الافريقي واللي خلص لصالح الاهلي 3-2، وقال ساعتها الصخره انه مش هيلاقي فرصه احسن من كده يعني في اعتزاله، وان الاهلي سحب الفضل الكبير عليه بعد ربنا، وان احسن لحظه في حياته يوم ما دخل النادي الاهلي. بعد اعتزال وائل جمعه مسك منصب مدير الكره بالنادي الاهلي، ولكن ما استمرش كتير واستقال، بعدها يروح يشتغل كمحلل في قنوات بين سبورت القطريه. لكن في 2021 بتولى وائل جمعه منصب مدير الكره بمنتخب مصر، لكن ما استمرش كتير برضه بعد خساره مباراه فاصله للتاهل نهائيات كاس العالم بقطر 2022 يعني وائل جمعه استقالته من منصبه. تعالى بقى نقول كلمتين حلوين في حق الراجل ده. وائل جمعه طول عمره معروف برجولته والروح القتاليه في الملعب،
وده طبعا غير فنياته. هو لقب الصخره ده من شويه، فنياته اللي صعب الوقت تلاقيها في اي مدافع في الدوري المصري، اذا كانت في طريقه التاكلينج او استخلاص الكره من الخصم او حتى بطريقه بناء الهجمه. رجوله وائل جمعه ما كانتش مصطنعه، هو كان راجل وملتزم داخل وخارج الملعب. ممكن نقول كل ده بسبب ان هو كان عقليته ناضجه نوعا ما، والدليل على كده ان هو لبس شرط القياده للنادي الاهلي لفتره طويله جدا، وكان من احسن ومن اقوى من لبسه شرط قياده النادي الاهلي في تاريخ النادي اساسا. لكن من الناحيه التهديفيه وائل جمعه كان بيلعب براسه ورجله كويس جدا، وكان من افضل من يسددوا ضربات الجزاء، وسجل في مسيرته 10 اهداف وصنع 4. لكن على مستوى البطولات بقى وائل جمعه حدث ولا حرج، يعني مع النادي الاهلي كسب 8 دوري، 3 كاس، 6 دوري ابطال افريقيا، 6 سوبر افريقي، 7 سوبر مصري، 1 برونزيه كاس عالم. لكن على مستوى منتخب مصر بيكسب معاهم 3 افريقيا على التوالي، 2006 و2008 و2010، غير انه شارك في كاس القارات 2009 بجنوب افريقيا، واللي كنا على وشك ان احنا نعدي من دور المجموعات. لكن سيظل وهيظل وائل جمعه صخره الكره المصريه. انزل اعمل لايك يا اسطى، انزل اعمل لايك وقدرني.